السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم. مرحبا بكم في قناة بونيغ سون غلوتين دار ناجية للوصفات الخالية من الغلوتين دي غوسيت سون غلوتين. فوالا اليوم ان شاء الله على بركة الله راح نطبقوا وصفة القريوش اللي طلبتوها مني شحال من واحد. بحثينا حطينا الوصفة من فضلك، حطينا الوصفة اليوم باش كتب ربي. هذا هو القريوش راكم تشوفوا فيه ما شاء الله محمر طري مقرمش، يعني لا يفرق على العادية كيف العادي، برك هو خالي من الغلوتين. قريوش سون غلوتين. راح نبداو على بركة الله ان شاء الله الوصفة. هنا عندنا 250 غرام من الفرينة الخالية من الغلوتين. انا هنا درت مزيج بين فرينة الخبز وملتي ايزاج ومتعدد الاستعمالات، لانه كان عندي شوية استعملتهم في زوج. سينو تقدري ديري تاع الخبز وحدها ولا ملتي ايزاج وحدها، ولا ديري تاع الخبز وتخلطي لها شويه تاع الحلويات. 250 غرام. انا عطيتكم هذا الكيلو، نتوما بيان سور ضعفوا ولا تنقصوا. 250 غرام فرينه بدون غلوتين. 250 غرام فارين سون غلوتين pour le grioche sans gluten. J'ai pris 70 grammes de margarine L'Oréal. خديت 70 غرام مارغرين خالية من الغلوتين. تحبوا تذوبوها وتبردوها، تحبوا تستعملوها هكذا بلا تمبيراتور امبيونت في الشتاء بحرارة الغرفة بهذه الطريقة. كيما انا ناخذها مباشرة ونديرها. الا في الصيف لا في الصيف من الثلاجة مباشرة ونخدموا بها من فضلكم. خذيت 70 غرام تاع المارغرين كيما راكم تشوفوا وزنتها. يعني في لوريال بارك الله فيه ما تحتاجوش انكم باش توزنوا. اللي ما عندهاش الميزان تستغنى عن الميزان. كاين هذاك خط القياس كشغل مسطره في البابي تاعها، تقدري تقسمي مباشره 70 غرام في 250 غرام فرينه كيما راكم تشوفوا. وزنت 70 غرام تاع الفرينه. فوالا من بعد راح نقطعها مكعبات صغار، طرف صغار، ونضيفها على الفرينه تاعي. نزيدها على الفرينه بيان سور. فوالا ديك باينه. من بعد حطيتها على الاخر تاعي، اضفتها للطحين كما راكم تشوفوا. انا نحب نخليكم تشوفوا. كاين اللي مازال صغار يحبوا يتعلموها، كاين الكبارات يحبوا يشوفوا بالعقل الفيديو. ما نحبش نسرعوا بطريقه سريعه، بطريقه يعني اسرع. بس كاين اللي ما يحبوش كيسرعوا ياسر. من بعد اضفت الملح كما راكم تشوفوا. الملح جد مهم في الحلويات. دائما نقول لكم كميه الملح عندها دورها في الحلوى اللي رانا نحضرها. من بعد زدت ملعقه تاع لافاني، نكهتها بلافاني. فوالا لافاني. كل مره نذكركم عندكم المرجان بدون غلوتين، عندكم بون اي ناتوريل، وعندكم نونورس كذلك عندهم فانيلا رائعه. من بعد راكم تشوفوا خديت من با 5 غرامات خميره كيميائيه، ونفس الشيء اقل. يعني شوفوا بين الخميره الكيميائيه وخميره الخبز كلها 5 غرامات. لازم حاجه قليله برك للخفه تاع القريوش تاعنا، لانه هو طري. على بالكم احنا الفرينه تاعنا تحتوي على النشا. دائما نذكركم تزيد تطري الحلوى تاعنا. الوغ حنايا كميه الخميره تكون يعني فريمون محسوبه، يعني بالتقدير. ما كانش شيت بينها وبين خميره الكيميائيه وبين خميره الخبز نصف مغرف هكذا من با. فوالا اني قلت لكم واحد 5 غرام بين خميره الخبز وخميره كيميائيه 5 غرام. نضيفوها النواشف تاعنا. انا راح نستعمل مزهر هنا، وهنا عندي مزهر مقطر، استعملت مزهر حر. اللي عندها المزهر الزينه تستعمل الزينه بدون غلوتين. نحضر عندي بيضه ضربتها مليح، نضيف عليها مزهر، نوجدها باش للعجن. فوالا كيما راكم تشوفوا فيا. زدت ضفت عليها المزهر مباشر، ضربتها هي قبل بيان سور مليح، ومن بعد نضيف عليها مزهر نضربها مليح ونخليها بجيه باش نضيفها للمزيج تاعي من بعد للخليط تاعي. فوالا
من بعد كيما راكم تشوفوا حضرت الخليط تاع المزيج تاع البيض والمسر، خليته بجيه ورحت نبسس نخلط النواشف تاعي ونبسس الفرينه تاعي، نبسسها مليح مليح مليح. فوالا درك تشوفوني. ما ننساش نضيف ربع ملعقه خل ابيض، بالك تنساوها، ملعقه خل ابيض كيما راكم تشوفوا. فوالا حبيت نقول لكم حاجه، اللي عنده الزعفران الحر يضيف الزعفران، وهذو الناس الغرب اللي معروفين بإضافة الزعفران يعطيه صفورية نكهة، واللي يحبوا صفر أكثر ما عندوش زعفران الحر يدير الكركم شوية ينبانسي هكذا، ينبانسي تاع الزعفران ولا تاع الكركم يضيفها في الخليط المزيج تاعو. أنا بعد ما بسست وخلط كل شيء بسسته مليح مليح مليح، لا نخليكم تشوفوا. هنا راني نعاود نخلط مليح في الخليط تاعي تاع البيض والاخر. بعد ما بسست كلش مليح بديت نلم بالخليط تاعي المزيج تاعي تاع البيض والمسهر. فوالا وراني نزيد بشويه ونخلط، نزيد بشويه ونخلط، نضيف بشويه ونخلط. هنا الخليط تاعي ما كفانيش، راح نضيف مباشره المزهر ندير به. حبيت نقول لكم اللي عندها مزهر مقطر حر تقدر تزيد له الماء، بصح انا ما زدتلوش، عطاني نكهه هايله للقريوش تاعي. كيما مزهر الزينه اللي نشريوه استعملوه مباشره. المزهر تاع درك ما راهوش يجي فيه كميه اكثر من الماء، ماهوش يجي قوي كيما بكري، استعملوه ديريكت مباشره، ما تزيدوا له لا ماء لا والو، وتبداو تلموا في هذيك العجينه تاعكم، تلموا حتى تتحصلوا كيما راكم تشوفوا، تلموها مليح، تعجنوها مليح حتى تتحصلوا كيما راكم تشوفوا. شوفوا كيف راني نعجن فيها، نلم فيها مليح. بما انها انواع الفرينه دوك اللي نشريوها تحتوي على لاغوم، على الصمغ اللي عاوننا اللي يدير العلك الغير موجود في الفرينه تاعنا، فرينه خاليه من دون غلوتين، يعاوننا. راكم تشوفوها نعجن فيها كيما العاديه، من بعد نلمها ونخليها طريه، ماشي مطلوقه ماشي ناشفه، طريه كيما راكم تشوفوا. فوالا العجينه تاعي كملت عجنتها، راني نعاود ماشي يابسه ماشي ناشفه وماشي مطلوقه طول، طريه كيما وريت لكم. بعد نحتفظ بها في كيس غذائي نظيف ونخليها ترتاح. نقدر نحضرها في الليل ومن الغدوه نجبدها من قبل وبعد نقطعها ونخدمها. نقدر نحضرها نخليها ترتاح حتى 1 ساعه ونرجع لها. انا ارتاحت، خديت هنا في البلان دو طرافاي تاعي رشيته بالفرينه، وديت نص الكميه تاع العجينه تاعي، وراح درك ندير عمليه التوريق، كانها عمليه توريق كيما نديرو في لاباط فيتي. حضرت السويلح تاعي، حضرت الجراره كيما نقولوا حنا، حضرت ثاني لومبورط بياس اللي يحب يستعملو، حبيت نوريه لكم برك يقطع به. انا نحب الجراره، راح نستعمل الجراره، مازالني كيما بكري مازالني كيما بكري. فوالا حليتها، راح ندير لها دوبل تور كيما يقولوا. فوالا كيما لاباط فيتي كيما العجينه المورقه. درت العمليه هذه مره واثنين وثلاثه، وتقدري غير مرتين، يعني مرتين وتقدري تستغني عليها. احنا زمان ما كناش اصلا نديروها، نحلو يلا نتكلوا على ربي ونبداو نخدموا القريوش ونقليو ويجي الله الله. حبيت نوريكم هذه الطريقه كذلك، يجي خفيف ومورق، كي تقسمي الحبه تلقايها هكذاك فارغه من الداخل ومورقه. ولا راح نعاود العمليه مره ثانيه باش نوريكم برك. أنا قلت لكم مرة مرتين، تقدروا حتى 3 مرات. من بعد كي كملت عملية هاد العملية تاعي 3 مرات، دوبل تور 3 مرات، شديت الجرارة تاعي باش نبدا نقطع. سقمت المستطيل تاعي كيما راكم تشوفوا، نحيت الزوائد هذه كامل. فوالا كيما راكم تشوفوا العجينة هذه نلمها ونعاود نطمها كامل، نديرها فوق بعضها ونعاود نحتفظ بها مع اختها في الكيس كيما راكم تشوفوا. حطيتها فوق بعضها ونخليها بجيه ونبدا نخدم المستطيل تاعي. كيما راكم تشوفوا ما نديروش خشين ياسر باش ما يجيناش خشين ياسر، وما نرققوش باش ما يتقطعناش وما يجيش خفيف ياسر. هنا انا هذا الشريط جاني 4 حبات، قسمته على 4 حبات دوك تشوفوا، نقسمو على 4 ونبدا نقسم فيه كل وحده، نبدا نحلها في الوسط. على جاني 4 حبات، وتخرج هذه الكميه ما شاء الله
250 غرام خرجت ليا، ولا غير تخرج لك كيما شفتوا هذاك الطبسي الله يبارك. هنايا حليت كل وحده على 7 كيما طريقه الزمان، وندخل ونخرج في بعضها، كل وحده دير الطريقه اللي تعجبها، طريقه السنبله ولا هذه السامبل كيما درت انا، هذه الطريقه العاديه هاي اللي شوفوا كيفاش. فوالا يعني درت لكم حبه باش تشوفوها. نكون حاطه بلاطو في البابي باش نحط فوقه يرتاح، نزيد لكم حبه اخرى باش تزيدوا تشوفوها كيفاش درت الطريقه. كل حليتهم على 7، وندير في طريقه تاع زمان انا، الطريقه القديمه التقليديه تاع امهاتنا. يلا كيما راكم تشوفوا كل واحد يدير اللي يحب، تاع السنبله اللي يحب البليغه اللي يحب، كل واحد يدير. كاين عده طرق الان. القريوش الورده كاين ما شاء الله راهم يبدعوا الحراير. فوالا خدمتهم بنفس الطريقه هكذا، حبيتكم تشوفوا مليح. روحوا سيسوها بالعقل برك، على بالكم احنا فرينتنا سنسيبل، فرينتنا حساسه، كونوا حساسين معاها. وكملتهم كامل، ومن بعد بديت نقلي. الزيت ماشي محمر للفم، راكي تشوفي نقلي، وانا حطيت بالحبه ونرمي عليها، نرمي الزيت كيما العاديه نقلوها كيما العاديه. على حضرت الكسكاس الطبسي والفرشيطو الموقف، وراني نقلي. وكل مره تطلع وحده نخليها بجي ونزيد عليها واحده اخرى، واحده اخرى وهي رايحه. فوالا نخليكم تشوفوا شويه طريقه القلي. يعني زدت الثانيه بنفس الطريقه سيدتي. ان شاء الله نكون شرحت لكم ما فيه الكفايه. فوالا هنايا نقليهم كامل، نحطهم في الكسكاس يقطروا. سمحوا لي عن بالي درت لا فيديو تاع كي كنت نعسل، مي سي با غراف، سي با ميشون، معليش. انا قليته وكملته كامل، ومن بعد رحت نعسل فيه. من فضلكم العسل اذا هو سخون هو سخون، والعسل البارد اذا هو بارد العسل البارد وهو سخون. فوالا كيما قلت لكم، من فضلكم العسل ما ديروا له حتى اضافات، العسل كيما راه. فوالا وهذا هو القريوش تاعنا بدون غلوتين، قريوش سون غلوتين. ان شاء الله شهيتكم في الجنه وشهيه طيبه، وان شاء الله تنجحوا فيه كامل وتفرحوني بلي روتور تاعكم، تبعثوا لي كامل تطبيقاتكم. هذه هي الامنيه تاعي، وبصحتكم، وهذه هي النتيجه.